هناكل ايه يا نيلي؟ كنتاكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايوه يا ستي، انا اللي سلقت الفراخ المقرمشة، انا اللي سلقت الكنتاكي وشلت الجلد بتاعها وبرضو طلعتها مقرمشة في غاية القرمشة. مفيش تسلم ايدك يا هلولة ولا ايه؟ تعالوا نشوف الوصفة الحلوة دي عملناها ازاي. اول حاجه يا ستي هنجيب الفراخ. انا اشتغلت على وراك، تقدري تشتغلي على وراك عادي جدا، وتقدري تجيبي فرخه وتقطعيها على 4 او تقطعيها كمان على 8. اول حاجه هعملها هشيل الجلد، لازم السكينه تبقى حاميه. نشيل الجلد، وده اللي عندنا دايما حصري في الفراخ المقرمشه بتاعتنا. انا ما بحبش الجلد خالص من كام سنه زي ما انتوا عارفين. بعد كده الورك بقسمه على 2 من عند المفصل، خدت الدبوس لوحده، وبعد كده باخد حته الفخده كده لوحدها، بشيل منها العظمه، وزي ما انتوا شفتوا بخلي السكينه بميل عشان ما اخدش من لحمه الفخده. يعني بصوا اللي جايه دي نفس الحكايه. ادي الدبوس بشيل منه الجلد كده زي ما انتوا شايفين. الدبوس عادي بيتشال بمنتهى السهوله، بس كده لغايه حته الكعب الصغيره دي ما فيش اي مشكله خالص. ده كده بالنسبه للدبوس. تعالوا بقى دلوقتي لحته الفخده، هوريكي تميلي السكينه ازاي عشان تشيلي منها العظمه اللي تحت دي من غير ما ناخد من اللحم. بصي ميلي ايدك كده، بقت عظمه بس. بعد كده اروح شايله برضو حته الجلد، واي حتت سمين في الجناب كده بشيلها كلها تماما. بصوا شكل الوراك بقى عامل ازاي كده، امان وصحيه و100 فل و10. بعد كده بنجيب محلول النقع، وده اساسي معانا. ميه، واحط فيها 2 معلقة كبار ملح بالشكل ده، وكمان 2 معلقة كبار سكر اهو. تمام. وبعد كده ادوب الاتنين مع بعض الاول. يعني ده حوالي لتر ميه واخد 2 معلقة كبار ملح 2 معلقة كبار سكر. ندوبهم مع بعض الاول قبل ما احط الليمون او قبل ما احط الخل، علشان لو حطيتي الليمون والخل الملح والسكر مش هيدوبوا في الاول كويس. تمام كده. بعصر الليمون واروح حاطه كمان، حطاه بالقشر طبعا، غسل الليمونه كويس قوي، وبحط شويه خل واروح مدوبه كله في بعضه. وده احلى محلول نقع للفراخ، هيخلي لك لحمتها طريه جدا جدا، ويبقى لونها وردي كده، عارفه كده قلبك يحبها. قشطه كده، فله جمعه منوره. ونروح حاطين الفراخ بتاعتنا كلها في محلول النقع ونركنها شويه. اول ما هتحطيها حتى هتلاقي لون اللحم ابتدى يبقى وردي كده. شوفوا الجمال ما شاء الله، وعلى ريحتها وجمالها. على بقى ما ننقعها شويه هنجيب حله نايس كوكر. الطقم انا سميته الطقم المعجزه، بقى ايدي اليمين في المطبخ يا جماعه، والله ما بقيت اقدر استغنى عنه ابدا. هجيب اكبر حله في الطقم، في حله نايس كوكر طبعا، اللون الاسود بتاعي اللي بحبه جدا. ميه بتغلي، واحط فيها بصلايه على نصين كده، واحط فيها كمان 1 معلقة ملح. وتعالوا التوابل بتاعتنا من كل اللي انتوا شايفينه ده 1 معلقة كبيره: كركم، كاري، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، ومرقه فوريه من عند العطار، وفلفل اسود. الفلفل الاسود بس هو الوحيد اللي 1 معلقة صغيره، لكن الباقي كله 1 معلقة كبيره بما فيهم الملح كمان. تمام. يبقى كركم وكاري وبابريكا وتوم باودر، بصل باودر، ومرقه فوريه اللي سايبه من عند العطار، وكل ده 1 معلقة كبيره، والفلفل الاسود 1 معلقة صغيره. واسيبها تغلي بالتوابل دي كلها وعلى الريحه اللي طالعه بقى. بصوا لون الميه ريحتها عالميه. اجيب بقى الفراخ بعد ما اتنقعت كويس قوي ولونها بقى جميل كده، واروح نازله بيها في الميه. لاحظوا حاجه، ان انا سبت الميه تغلي بالبصله والتوابل كلها الاول مع الملح، لازم عشان تأثر كده وتاخد من طعم التوابل كويس قوي. اروح حاطه الفراخ واقلبها، واغطي عليها على نار متوسطه، واسيبها حوالي مثلا 12 دقيقه كده. بصوا كده استوت وخدت لون حلو قوي ما شاء الله عليها. وفي نفس الوقت انا استفدت بشوربه عبقريه هنستغلها بقى احلى استغلال. هتشوفوا دلوقتي هنستغلها في ايه. بصوا بقى الجمال، طلعيها كده كلها وسيبيها على جنب. الفراخ كلها تبرد، لازم تبرد قبل ما نرجع نشتغل بيها. حلو الكلام، حلو الكلام. تعالوا بقى نشوف الشوربه الحلوه دي اول استغلال عبقري ليها ايه. هجيب حله نايس كوكر، الطقم المقاس الوسط اللي هي تحت الكبيره على طول، وهعمل فيها رز حلو قوي، طعمه هيبقى جميل مع الفراخ. بصوا الحله يا جماعه كلها صب على بعضها قطعه واحده ازاي، عشان كده الحله دي فعلا حله العمر الطويل، تعيش معاكي، حله قويه جدا. يعني لما قالوا عليها اقوى حله في مصر هي فعلا على حق. اخد الحله احطها على النار واحط فيها شويه زيت، وانزل ببصلايه مفرومه
واقلب لغايه بس ما البصلايه كده ايه تدبل شويه. وجنبي الشوربه اللي سلقت فيها الفراخ اهي هناك اهي فيها الشوربه سخنه زي ما هي. نقلب البصلايه كده لغايه ما تدبل شويه، بس ما تاخدش مننا لون عشان ما تبانش في الرز. ما تقلبليش كده على رز سمك، لا احنا بنعمل رز شيك وحلو قوي، واخد طعم البهارات والتوابل كلها، واخد من الشوربه الحلوه بتاعه الفراخ. كده البصلايه تمام، خدت لون كده ايه بيج حلو كده، الله اكبر عليه. اروح نازله بالرز ده حوالي كيلو رز، اروح منزلاه كده طبعا غسلاه ومصفياه كويس، ينزل على البصله وادي تقليب تقليب. ومسكت الحله بالمسكه السيليكون الاصليه اللي بتيجي برضو مع طقم الحلل. بصوا المنظر، بيجي معاها كل طقم بيجي معاه 2 ماسكه من السيليكون ده. ناخد بقى من الشوربه الجميله دي على الرز، وما تحطيش اي توابل تاني على الرز ولا ملح ولا اي حاجه خالص، الشوربه فيها كل حاجه، دي كفيله انها تطلع لك شويه رز ما شاء الله تاكليه حاف كده. الف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. قلبي بقى كده ونظبط العقد بتاع الرز بالظبط، ونسيبه بقى نسويه عادي، نغطي ونسيبه بس يا ستي. شوفوا بقى جمال الرز بعد ما يستوي، وجمال حلل نايس كوكر معانا. بصوا الحلل شكلها جميل ازاي، هتبقى ايدك اليمين في المطبخ، ما بتلزقش، وتوزيع حرارة ممتاز، وحلة صب قطعة واحدة بالمقابض بتاعتها. ويلا بينا بقى نعمل دلوقتي الفراخ المسلوقة اللي من غير جلد دي. تعالوا نشوف هنحولها لكنتاكي ازاي. خدت نفس الشوربة، عشان كده قلت لكم الشوربة هنستغلها احلى استغلال، وحطيت في الشوربة حوالي 4 معالق كده دقيق كبار مليانين في الشوربة نفسها. وفي طبق تاني حطيت دقيق وبقسماط على بعض مقدارهم متساوي، يعني مثلا كوباية دقيق يبقى عليها كوباية بقسماط. ونفس التوابل بتاعتنا اللي حطيناها في الشوربة هي اللي حطها على الدقيق بالظبط، وقلب كده بالشكل ده. وبعد كده ادوب الدقيق في الشوربه، اعمل عجينه سايله، عجينه سايله تقيله ايه يا روحي، هتاكلي الكنتاكي من عينيا. بقت عجينه سايله تقيله كده. وفي نفس الوقت الطبق التاني فيه الدقيق على البقسماط بنفس التوابل. هناخد قطعة قطعة بعد ما بردت، احطها في العجينة السايلة واحطها في الدقيق بالبقسماط، الفهم كده وارجع اعيدها مرة كمان. بس كده، وحاولي تنخليها بصوابع ايديكي زي المنخل كده، تديكي كده ايه الحرافيش اللي تدي قرمشة الكنتاكي بعد كده زي ما بوريكم كده. التاني نفس الحكاية، هنحطها في العجينة السايلة وبعدين في الدقيق بالبقسماط، واروح مرجعاها تاني مرة في العجينة السايلة وبعدين الدقيق بالبقسماط، انخلها كده بالشكل ده وخلاص تبقى جهزت معايا. جمعي كل الفراخ، يعني ما تاخديش قطعتين بقطعتين تحمريهم، جمعي كل الفراخ وبعدين هنحمر في الاخر خالص. ان هي يا جماعه مش هتاخد وقت خالص في التحمير، ما تنسيش ان الفراخ مستويه وزي العسل. هحضر شبكه وتحتيها صينيه ما بنطلعهاش على مناديل، وادي الفراخ بتاعتنا بالشكل ده. بعد كده زيت غزير سخن. هنا بقى القلي نفسه ليه طريقة علشان تطلع معاكي مقرمشة حلوة. اول حاجة بسخن الزيت كويس قوي، بعد ما اسخن الزيت كويس قوي اوطي النار. خدوا بالكم من الحركة دي علشان تديكي لون حلو، وفي نفس الوقت تدي قرمشة تحفة ما شاء الله عليها. شايفين ازاي؟ يبقى الزيت يسخن كويس قوي وبعدين اوطي النار قبل ما انزل بالفراخ، واول ما انزل بالفراخ افضل اقلب فيها، ما تقلقيش خالص. كده يا جماعة احنا واخدين بقى ايه، فراخ مستوية جدا من جوه، انا ضامنة تسويتها، نفسيا مستريحة جدا ان الفراخ بتاعتي مستوية ما فيهاش اي سوائل غير مستحبة، انا مش ضامنة العظم جوه حواليه سوائل، الكلام الفارغ ده كله ما عندناش. وفي نفس الوقت ما فيش جلد، مش مضطرة ان انا اكل الجلد عشان استمتع بطعم الخلطة، لا طبعا. انا دلوقتي مدياكي وصفة تقدري تستمتعي بطعم الخلطة الجميل والقرمشة من غير ما تاكلي جلد الفراخ ولا تاكلي ولادك جلد الفراخ، ما انتش مضطره لكده. وفي نفس الوقت فراخ مستويه جدا. التحمير ما بياخدش 5 دقايق بالظبط. اول ما بتنزل الزيت وتقلبيها زي ما انت شايفه كده بتقرمش وتروح واخده لون حلو في ثواني. يعني انت خلي خطوه التحمير دي على الاكل على طول. شوفوا بقى جمالها عامل ازاي ما شاء الله عليها.
والريحة بتاعت الشوربة وريحة التوابل بتملى البيت ما شاء الله، بجد كأنك في مطعم فراخ مقرمشة. دخلنا كنتاكي يا جماعة واحنا قاعدين في مكاننا. تكملي بقى بقية الكمية كده كلها تحفة ما شاء الله. قرمشتها جميلة 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 وصحية جدا، وده المطلوب. اهو شوفوا لما بعملها في البيت الولاد والاحفاد بيبقوا فرحانين زي ما انتوا شفتوا كده. ادي الرز بلونه وجماله وريحه الرز كانت حلوه قوي، وادي الفراخ شوفوا لونها جميل ازاي، تحفه تحفه تحفه. ليهم حق يفرحوا ويعملوا لي احتفال في اليوم اللي بعمل لهم فيه الكنتاكي. الف هنا وشفا ليكم جميعا يا رب. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم إن شاء الله كل جديد. أتمنى أن الوصفة تكون عجبتكم، وسلام عليكم. ناكل إيه يا نيلي؟ كنتاكي.